اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هعمل معاكم بابا غنوج. بابا غنوج بقى اقتصادي. هتقولوا اقتصادي يعني ايه؟ هقول لكم يعني انا ما لقيتش عندي خضره وهم عاوزين ياكلوا بابا غنوج. هل انا بقى مش هعمل بابا غنوج؟ لا، هعمل بابا غنوج. هنعمل بابا غنوج ازاي؟ عندي هنا الفلفل وعندي ليمون وعندي البتنجان اهو زي ما انتم شايفين. شويته على عين البوتاجاز، مش محتاج يعني ان انا احطه في فرن او حاجه. وعندي الطحينه وعندي الخل وشويه البهارات اللي هنحطهم، وهحط عليه شويه بقدونس جاف. ما انا هعمل ايه؟ ما انا ما عنديش خضره، فهحط شويه بقدونس انا مجففاه. هنا طبعا التوم عندي لسه لقيته مجمد، فما فيش مشكله. هعمل انا ايه؟ التوم فصين توم كده، هاخد منه شويه للقرنبيط وهاخد منه شويه لايه؟ للبابا غنوج. تمام. هقشر كام فص كده. عندي هنا بتاع يدويه كده، يعني مش قادره اقول لكم على منظرها، بس بصراحه بتسعفني قوي يعني. تمام اهو. هعمل كام فص حلوين كده. وطبعا احنا قلنا ما بنقفش على حاجه. طبعا الخضره الفريش بتدي طعم حلو طبعا، بس يعني انا ما عنديش خضره. هعمل ايه بقى؟ هوقف الوصفه يعني؟ لا طبعا مش هنوقف حاجه. هعمل التوم وهفرمه. تمام. وارجع لكم تاني. البتاعه دي حبايب قلبي لهوبه، ما شاء الله ما شاء الله. تطلع الثوم بالنتيجه اللي انا عايزاها. هي يدوي، الايد بتاعتها هي يدويه. تمام. وبحبل كده عامله زي الحاجات بتاعت زمان، عارفينها، بس ما شاء الله عليها بتنجز الموضوع يعني. بس خلاص اهو. شايفين مطلعه التوم عامل ازاي؟ الله اكبر ما شاء الله يعني. طيب تمام. نحط بقى التوم على جنب كده، وتعالوا بقى بينا عايزين ايه؟ نفرم الحاجات بتاعتنا. الفلفل بتاعنا. وانا ما اعرفش انا فرمت ليه التوم لوحده اصلا يعني، لما انا احط كله في قلب المفرمه. العبط اللي انا فيه ده. تمام. احط الفلفل كله. بس حبايبي اهو ورق البقدونس اللي انا منشفاه اهو. شايفين ناشف ازاي اهو؟ ده ورق البقدونس. هحط بقى نقطتين منه يعني او واحدتين منه، بس نستشير القوم الاول عشان ما يرجعوش يقولوا انت حطيتي من دماغك وعملتي من دماغك. فما فيش مشكله. تمام. نحط بس الحاجه بتاعتنا الاول. احط شويه كمون حلوين كده. الخلطه دي هاخد منها شويه للقرنبيط. تمام. بما ان احنا بقى اهو ما عملناش ايه، ما عندناش خضره يعني، بس هو القرنبيط لازم خضره بصراحه. واحط هنا شويه ملح. تمام. ومش هكتر بقى من الورق بتاع البقدونس، هحط حاجه بسيطه كده. وهضرب الخليط ده كله. تمام. وارجع لكم تاني. اذا نسينا نحط اهم حاجه، نسينا نحط الثوم. نسينا نحط اهم حاجه الثوم. شايفين السكينه بتاعت المفرمه عامله ازاي؟ فظيعه. وانا زي ما قلت لكم هاخد من الخليط ده للبتنجان للبابا غنوج، وهاخد منه للايه؟ للقرنبيط. اضرب بقى ده كله وارجع لكم كده حبايبي. هجيب بقى البتنجان. انا فرمت الفلفل اهو زي ما قلت لكم، واحطه في جنب. والبتنجان عندي اهو مسلوق زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ايه؟ اقشره وارجع لكم تاني. كده حبايبي هاخد من الخلطه دي شويه اهو للقرنبيط. تمام. بس كده. وهبتدي بقى. انا عملت الايه؟ البتنجان اهو. هقطعه كده وهحطه في قلب الايه؟ الكبه. طبعا الحاجات السمرة دي مكان الشوي يعني عادي لما تبقى موجودة، ده طبيعي يعني، وما فيهاش ادنى ايه مشكلة، بس مش هتبان حاجة دلوقتي يعني. تمام حبايبي. بابا غنوج ده من المقبلات اللي ايه يعني بتبقى رهيبة وجميلة بصراحة. هنا حبايب قلبي انا حطيت كل المكونات بتاعتي في
الكبه دي، وهبتدي بقى قبل ما احط حاجه، وحطيت كل حاجه، هبتدي بقى اضرب الايه الحاجات دي كلها وارجع لكم مره تانية. كده حبايبي خلاص زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الطبق بتاعنا كده ونبتدي انزل بالخليط بتاعي ده، البتنجان والفلفل والثوم وكل الحاجات اللي احنا حطيناها، المكونات اللي احنا حطيناها مع بعض. انضف بقى السكينه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين اهو. تمام حبايبي. وهبتدي بقى انزل بالايه باقي المكونات بتاعتي. باقي المكونات احنا بنشطب تقريبا طحينه يعني، فهبتدي احط عليها شويه طحينه، بس الحمد لله ان شاء الله الطحينه تكفي، او كميه الطحينه الموجوده عندي ان شاء الله رب العالمين هتكفي يعني. وهتطلعوا الله اكبر زي ما هتشوفوه رائع رائع رائع، فما تقلقوش خالص، ما بنقفش على حاجه. تمام حبايبي. ده كانت الطحينه حطيناها، وهنبتدي بقى نحط الليمون. احط عصير ليمونه كده حبايبي، وعصير الليمون بيخلي طعمه جميل طبعا غير الخل كمان كده حبايبي. وهحط بقى شويه خل، ومش هكتر الخل، وهبتدي اقلب بقى الخليط الرائع الجميل بتاعنا ده كده لحد ما يتجانس كله مع الطحينه كده حبايبي اهو. نكمل بقى، جبت الاسباتيولا دي جامده شويه اهو. تمام. طبعا انا لسه ما غرفتوش في الايه في الطباق. تمام. هحط بقى عليه شويه الزيت بقى الحلوين بقى اللي بيخلوا طعمه فظيع. تمام حبايبي. وهقلب زي ما انتم شايفين كده، والله ريحته فظيعه. اي نعم الخضره اللي عندنا مش فريش، بس فظيعه 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 اهو. تمام حبايبي. كده خلاص خلصنا البابا غنوج بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل الرائع الجميل ده. ننظم يعني ننظف بس الطبق بتاعنا كده حبايبي. وكده اصبح الطبق بتاعنا جاهز زي ما انتم شايفين كده. انا عملته. حط بقى شويه زيت في النص كده، وخلاص كده الطبق بتاع البابا غنوج جاهز عندنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. عملنا بابا غنوج من غير وجود خضرة فريش، وكانت النتيجة هايلة هايلة هايلة. اتمنى حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم بألف خير.